ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة. الحلقة الخامسة والسادسة من مسلسل ذات جيرل ليلي الموسم الأول. بتبدأ الحلقة مع سيدي وليلي اللي بيجهزوا نفسهم لعيد الهالوين، وكل واحدة فيهم بتعمل صورة التانية على نبات اليقطين بتاعها. تاني يوم بيروحوا المدرسة وبيكونوا لابسين لبس التنكر، وبيقابلوا جيرمي اللي بيكون متنكر في شكل وردة، ومديرة المدرسة اللي بتكون لابسة خنفساء وبتنبه على الطلبة انها مش عاوزة اي حد يعمل مقالب النهاردة. بس وهما بيتكلموا بيلاقوا وكيلة المدرسة بتعرفها ان جوليا عملت مقلب في جيلين، وتيفاني بتقول لها انها صورت كل اللي حصل وتنشره على الانترنت، لكن بترجع في كلامها لما بتلاقي مس ويل مش مبسوطة من اللي هي بتقوله. بعدها ليلي بتعرف قصة شبح مستر باركر العجوز واللي كان مدير المدرسة قبل مس ويل، بس ما كانش بيحب الاعياد ولا المناسبات لدرجة انه كان بيمنع الطلبة يعملوا اي احتفال في المدرسة. وفي يوم الهالوين الطلبة عملوا فيه مقلب جامد وجات له سكتة قلبية ومات، ومن بعدها وهو بيظهر كل سنة في عيد الهالوين في نص الليل عشان يخوف الطلبة. ليلي بيكون نفسها تشوف الشبح ده. جيرمي بيقول لها انها ممكن تيجي المدرسة في نص الليل عشان تشوفه، لكن سيدي ما بتكونش عاجباها الفكرة دي خالص. وبيشوفوا تيفاني وجيجي وهما بيحضروا نفسهم عشان هيعملوا مقلب الشبح العجوز باركر، وبيقولوا لهم انهم هيستنوا في المدرسة لحد بالليل، وبعد ما يسمعوا 3 رنات لجرس المدرسة هيظهر الشبح وبعدها هيعملوا المقلب بتاعهم. ليلي بتكون عاوزة تشارك معاهم، وجيرمي بيقترح عليهم يعملوا مقلب المناديل الورق في شبح العجوز باركر، بس بيقول لهم ان الشبح لو مسك حد فيهم هيحبسه في تابوت لاخر يوم في عمره. سيدي ما بتكونش مقتنعة باللي هي بتسمعه، ده غير انها مش عاوزة تتأخر بره البيت، لكن ليلي بتترجاها عشان عمرها ما شافت اشباح في حياتها، فبتوافق انها تقعد معاها. وبعدها كلهم بيروحوا عشان يدوروا على مناديل ورق للمقلب. بعد شوية سيدي بتجيب مناديل ورق من حمامات الطلبة، وبيوصل جيرمي وبيكون لابس لبس صيادين الاشباح ومعاه جهاز موجات كهرومغناطيسية هيقدر يعرف بيه مكان الشبح ده. اما ليلي فبتوصل للمكان بتاع البونبوني اللي اتصادر من الطلبة طول السنة، وبنروح لودي صاحب مطعم البرجر اللي بيكون متنكر في لبس دراكولا، وبيوصل ماركي ابو الافكار ومعاه النعش اللي طلبوا منه وودي، ومعاه باتشر اللي عمل النعش، وماركي ما اداهوش فلوس لكنه وعده بسندوتشين من المطعم. وودي بيدخل جوه النعش عشان يجربه، لكن الباب بتاع النعش بيتحشر وما بيتفتحش، وماركي وباتشر بيحاولوا يفكروا في طريقة عشان يفتحوا بيها النعش ده. وبنرجع للمدرسة وبنشوف سيري وصاحبتها وهما بيجهزوا نفسهم عشان يعملوا المقلب في شبح العجوز باركر، وفجأة بيسمعوا 3 رنات لجرس المدرسة، فبيخافوا قوي وبيستخبوا، لكن سيري بتقول لهم ان مفيش حاجة هتحصل. بس يا دوب بتخلص كلمتها بيلاقوا الدواليب بتتفتح لوحدها وكلهم بيموتوا من الرعب. وفجأة بتظهر جيجي وبتخضهم، وبيعرفوا ان هي وتيفاني هما اللي عملوا فيهم المقلب ده غير انهم صوروهم لايف والفيديو اتنشر على الفيسبوك، وبيفضلوا يضحكوا ويتريقوا عليهم جامد. بس فجأة بيلاقوا لون المكان كله اتغير وفي دخان جاي من ناحية السلم. سيري بتكون فاكرة ان دي خدعة جديدة من تيفاني، لكن بتتفاجئ انها خايفة بجد من اللي بيحصل. ومرة واحدة بيلاقوا شبح ظاهر لهم من وسط الدخان، فبيخافوا قوي وبيحاولوا يهربوا، بس بيظهر لهم هيكل عظمي مخيف، فبيحاولوا يجروا من جنب السلم، لكن ليلي بتوقف الوقت عشان تعرف حقيقة اللي بيحصل قدامهم. وبيعرفوا ان ميس ويل هي اللي لابسة لبس الشبح، وعرفوها من الجزمة بتاعتها، ده غير انها مربوطة بسلك خفي في السقف. وبيشوفوا كمان ميس كلوي وهي ماسكة جهاز التحكم بتاع ميس ويل، فبياخدوه منها عشان برضو يردوا المقلب لتيفاني وجيجي ويصوروهم وهم خايفين ومرعوبين. في المطعم ماركي بيقرر انه يشغل المطعم بدل وودي بعد ما فشلوا انهم يخرجوه بره التابوت، بس الكهرباء بتقطع، وماركي بيقول ان مكنة الكاشير اتعطلت وهو مش هيعرف يطلع اي فاتورة للزباين علشان يحاسبهم. لكن باتشر الناصح بيقول له خلاص خلي كل حاجة النهارده مجانا. وودي بيسمع الكلمة دي وبيجيله انهيار عصبي عشان غباء باتشر هيخسروا فلوس كتيرة قوي، وبيفضل يصرخ ويقول للزباين ان مفيش حاجة ببلاش وكله لازم يحاسب على الاكل بتاعه. وبيقدر يكسر الباب بتاع التابوت وبيخرج منه، بس بيكون تعبان من الوقفة ومش قادر يقف على رجليه. لكن ماركي بيقلب الموضوع انه عرض استعراضي من وودي للزباين بمناسبة الهالوين، وبيطلب منهم يدوه اكرامية على العرض بتاعه. والغريبة ان الزباين بتصدق كلام ماركي وبيدوا وودي فلوس كتيرة، وودي بيكون مبسوط قوي عشان كسب فلوس كتيرة من فكرة ماركي اللي ما بيسيبوهوش غير لما بيتفق معاه ان ليه عمولة من الفلوس دي. وفي المدرسة تيفاني بتكون مرعوبة قوي وبتعتذر لهم عن المقلب اللي عملته فيهم. سيري بتطلب من ليلي انها توقف المقلب طالما تيفاني عرفت غلطها واعتذرت، لكن جهاز التحكم بيعطل وما بتعرفش توقفه، وبتخبط ميس ويل في الحيطة وبتقع على الارض. تيفاني بتكون مستغربة من اللي بتعمله ميس ويل، لكن ميس ويل بتقول لهم انها بتعمل كده بسبب الطلبة اللي بيدخلوا المدرسة بالليل في كل عيد هالوين عشان يشوفوا شبح العجوز باركر، وانها بتعمل كده عشان تخوفهم وتخليهم يبطلوا العادة الوحشة دي، بس هي فشلت بسببهم. ميس كلوي
واي بتسأل ليلي هي ازاي اخدت منها جهاز التحكم، لكن ليلي بترفض تقول لهم سر المقلب بتاعها، خصوصا وانهم صوروا كل اللي حصل ونشروه على الفيسبوك. بس هما بيتكلموا بيلاقوا اضاءة المكان بتتغير تاني. ليلي بتكون فاكرة ان المقلب بتاع ميس ويل لسه مخلص، لكن ميس ويل بتقول لها ان مش هي اللي عملت كده، وكلهم بيكونوا فاكرين ان اللي بيعمل كده هو الشبح بتاع العجوز باركر، فبيجروا من المكان بسرعة. سيدي وليلي وماركي بيكونوا في مطعم البرجر اللي عامل احتفال بمناسبة مرور 10 سنين على افتتاحه، وبيكونوا متحمسين قوي عشان مامة سيدي وباباها هيغنوا الأغنية بتاعة المطعم اللي هم عملوها من 10 سنين فاتوا. سيدي وليلي بيدخلوا المطعم، لكن ماركي بيشوف جيرمي وهو خارج من المطعم ومعاه أكياس كاتشب كتيرة، وبيعرف منه إنه عاوز يعمل بيهم بيزنس. ماركي بيتريق عليه عشان أكياس الكاتشب موجودة في كل مكان ببلاش، لكن ماركي بيشوف وودي وهو بيدور على الساعة الذهب بتاعته، فبيقول له إنه ممكن يساعده ويدور له على الساعة. وودي بيقول له إن الساعة بتاعته وقعت في الجردل بتاع الزيت القديم، ولوجانت كب الجردل في الحاوية الكبيرة بتاعة الزيت، وإنهم لو لقوها هيديهم $50. بس لما بيشوفوا الحاوية بتاعة الزيت بيعرفوا إن المهمة هتكون صعبة قوي. سيدي وليلي بيقابلوا لوجانت اللي بيوريهم المكان اللي هيقعدوا فيه، لأن أسرتها هم ضيوف شرف المطعم النهارده. لكن بيشوف ولد اسمه جراديون، واضح كده إنه ما بيطيقش سيدي ولا سيدي بتطيقه هي كمان، لأنهم بيفضلوا يتريقوا على بعض جامد لدرجة إن ليلي بتكون عاوزة تتخانق معاه، لكن سيدي بتمنعها وبتقول لها إنه مش مستاهل خناقة ولا حاجة، لأنه ضعيف الشخصية ممكن يعيط جامد زي الأطفال ويروح يشتكي منهم لباباه ومامته، وبتطلب منه يمشي من قدامها قبل ما تخليه يعيط قدام الناس كلها. بعدها بتوصل ميس ويل وبتقعد مع سيدي وليلي، وبيشوفوا ويدي وهو بيرحب بكل الموجودين في المطعم، وبيقدم لهم تريش وبريس اللي هيغنوا الأغنية بتاعة المطعم، وبيطلب منهم يشجعوهم جامد. تريش وبريس بيغنوا سوا، وكل الموجودين بيكونوا مصدومين من اللي هم بيسمعوه ما عدا وودي اللي بيكون متفاعل قوي معاهم. وبعد ما بيخلصوا الأغنية كل اللي في المطعم بيمشوا، وودي بيكون مستغرب من اللي بيحصل، لكن ميس ويل بتقول له ان الأغنية قديمة قوي ولازم يعمل حاجة جديدة تشد الزباين وتخليهم يحبوا المكان. جراديون بيستغل الفرصة وبيعرض على وودي انه يعزف مزيكا هادية على البيانو عشان يصلح بيها الموقف. جراديون بيعزف على البيانو، كل الموجودين بتعجبهم المزيكا بتاعته، وبعدها وودي بيعلن انه مش هيستخدم الأغنية بتاعة تريش وبريس تاني، وبيطلب من جراديون انه يألف له أغنية جديدة للمطعم. سيري وليلي بيرجعوا على البيت وبيلاقوا تريش وبريس زعلانين وقاعدين بياكلوا شوكولاتة كتير وبيعيطوا بسبب اللي حصل. ليلي بتحاول تلطف الجو بس بتعك في الكلام، وبتقول لهم ان هي وسيدي السبب في ان وودي يستغنى عن خدماتهم، لانهم قالوا له ان الاغنيه بتاعته قديمه قوي وذوقها مش مناسب لذوق الناس بتوع اليومين دول. تريش وبريس بيزعلوا اكتر ما هم زعلانين، وبيطلبوا من سيدي تجيب لهم شوكولاته تاني من التلاجة. سيدي وليلي بيكونوا قلقانين قوي على تريش وبريس عشان ممكن تجي لهم غيبوبه سكر بسبب الشوكولاته الكتيره اللي بياكلوها، وبيقرروا انهم يعملوا اغنيه للمطعم من تاليفهم، وانها لازم تعجب وودي عشان يقدروا ينقذوا تريش وبريس من اللي هم فيه. لكن سيدي وليلي بيتفاجئوا ان وودي نشر بوست على صفحته بيعلن فيه عن الاغنيه الجديده بتاعه المطعم اللي من تاليف جراديون، فبيحبطوا جامد وبيروحوا يقعدوا جنب تريش وبريس. ماركي بيكون خارج من الاوضه بتاعته ولابس بدله الغطس، وبيعرفوا منه انه ناوي يغطس في الحاويه بتاعه الزيت عشان يدور على الساعه الذهب بتاعه وودي، لانه ما تعودش انه يستسلم مهما كان الشغل بتاعه صعب. ليلي بتعجبها الكلمه بتاعه ماركي وبتطلب منهم ما يستسلموش وانهم لازم يشوفوا حل للمشكله بتاعتهم. سيدي بتكون متحمسه قوي لكلام ليلي وبتقنع مامتها انها تعمل توزيع جديد للاغنيه. ماركي وجيرمي بيغطسوا في الزيت بس ما بيلاقوش الساعه، وبيوصل لوجانت وبيعرفوا منه انه لقى الساعه بتاعت وودي في المرياله بتاعته واداله $50. ماركي وجيرمي بيزعلوا جامد على $50 اللي طارت منهم، اما وودي فبيكون مبسوط قوي بالاغنيه بتاعت جراديون، بس بيتفاجئ لما بيلاقي سيري وليلي بيدخلوا المطعم وبيطلبوا منه يدي فرصه تانية لتريش وبريس، وودي بيوافق بس بيقول لهم انه مش عاوز يخسر الزباين تاني، لكن هما بيطمنوه وبيعرفوه ان كلهم هيشاركوا في الاغنيه الجديده، ولما بيغنوا بيلاقوا كل الموجودين بتعجبهم الاغنيه وبيرقصوا عليها جامد، وده بيخلي وودي يعلن ان الاغنيه بتاعت تريش وبريس هي اللي كسبت وهي اللي هتكون اغنيه المطعم بتاعه. جراديون بيكون زعلان جامد وبيقول لهم انهم ما بيقدروش الحس المرهف في المزيكا، لكن ميس ويل بتقول له ان الاغنيه بتاعته حلوه لكن اغنيه تريش وبريس احلى بكتير، وبتطلب منهم يغنوها مره تانية. وبكده احنا وصلنا لاخر الحلقه، اكيد طبعا في تكمله فاستنوها. يا رب يكون فيديو المره دي عجبكم. السلام عليكم.